ايه هي التو فاكتور اوثنتيكيشن وليه مهم جدا انك لازم تفعلها علشان الاكونت بتاعك ما يتسرقش؟ خليني اقول لك ان الناس في الاول كانت بتعمل باسورد للاكونت وتسيبه خلاص وفاكرين ان هم كده متامنين كفايه، لكن بعد ما شفنا كميه الاختراقات دي وازاي الهاكر يقدر يوصل للباسورد بتاعنا ويدخل يسرق الاكونت، ظهرت حاجه اسمها التو فاكتور اوثنتيكيشن، واللي بتتاكد اكتر من الشخص اللي بيعمل لوجن، وده بطريقتين. مره عن طريق الباسورد، ولو كتبته صح بتبقى مؤهل انك تدخل على المرحله الثانيه، وهي انه يتبعت كود ليك في رساله على الموبايل. فحتى لو الهاكر عرف الباسورد بتاعك بطريقه ما، سواء عن طريق تخمين زي البروت فورس اتاك واللي كنا عملنا عليه حلقه كامله، او السنيفنج او هجمه مان ان ذا ميدل اتاك، او حتى الفيشنج اتاك، فبرضه مش هيعرف يدخل على الاكونت الا لما يعدي على الخطوه الثانيه. وكده الاكونت بتاعنا مؤمن بطريقتين. طب ازاي الموضوع ده بيتم؟ اولا انت بتعمل لوجن باليوزر نيم والباسورد. ثانيا الباسورد بيتم التاكد منه عن طريق الاوثنتيكيشن سيرفر، ولو الباسورد صح بتكون مؤهل انك تدخل على المرحله الثانيه. ثالثا الاوثنتيكيشن سيرفر بيبعت كود مميز للجهاز او رقم الموبايل اللي انت حددته في الاعدادات وانت بتفعل التو فاكتور اوثنتيكيشن. رابعا بتاكد فعلا هويتك عن طريق تاكيدك للكود اللي اتبعت على جهازك. بس ودي كانت كل حكايه التو فاكتور اوثنتيكيشن وليه لازم نفعلها. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات، وما تنساش لايك للفيديو. سلام.